أهلا يا أصحابي، ودلوقتي معادنا مع حكاية جديدة من حكايات نونو. تعالوا النهاردة يا أصحابي نكمل مع بعض الحكاية الخامسة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعرف مع بعض عمل إيه بعد ما ساب السيدة حليمة. بعد ما السيدة حليمة السعدية رجعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأمه آمنة، عاش معاها فترة، وكانت أمه بتغمره بالحب والحنان، وشايفة فيه خير غلام أنجبته أرض العرب. وفي يوم من الأيام قررت آمنة إنها تاخد ابنها المبارك في رحلة عشان يزور أخواله من والده من بني عدي ابن النجار في يثرب اللي هي المدينة المنورة دلوقتي. قبل ما تمشي استأذنت من جده عبد المطلب اللي كان متعلق بحفيده جدا وما يقدرش إن هو يستغنى عنه، بس بعد إصرار وافق وسافر معاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لسه عنده 6 سنين، وكانت معاهم أم أيمن ودي كانت خادمة عبد المطلب. لما وصلوا يثرب إخواله فرحوا بيه قوي وحبوه من أول لحظة شافوه فيها، لدرجة إنهم ما كانوش عايزين يسيبوه يرجع مكة، بس بعد إلحاح من مامته وافقوا. وفي طريق الرجوع من يثرب وفي مكان اسمه الأبواء، ودي منطقة بين مكة والمدينة، تعبت آمنة فجأة تعب شديد ووقفت عن المشي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضل واقف جنبها ولقاها في لحظاتها الأخيرة، ونزلت دموع وهو بيشوف مامته بتفارق الدنيا قدام عينيه. وماتت آمنة في الأبواء ودفنوها هناك. وقتها بكى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لأم أيمن: يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. رجعت أم أيمن من النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وودته لجده عبد المطلب. لما عرف عبد المطلب الخبر بكى بشدة وحضن حفيده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل حب، وقرر إن هو يرعاه بعطف وحنان ويعوضه عن حنان الأب والأم. ومن يومها بقت أم أيمن ما تفرقهوش للحظة، كرست حياتها كلها لرعايته، وكان عبد المطلب بيخاف عليه قوي ويوصيها طول الوقت: إياكي أن تغفلي عن محمد ولو للحظة، يعني عينك ما تغيبش عنه أبدا. وكان لعبد المطلب فراش خاص بيه عند الكعبة، ما كانش حد من أولاده يجرؤ إن هو يقعد عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من هو صغير كان يجي يقعد عليه عادي. أعمامه كانوا دايما يحاولوا يبعدوه، لكن عبد المطلب كان يقول: سيبوه فوالله إن له لشأن. وبعد 2 سنين بس عبد المطلب نفسه تعب ونام على فراش الموت، وكان قلبه مهموم على حفيده، فوصى ابنه أبو طالب برعايته. ومات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 8 سنين. أخدوا عمه أبو طالب بيته يعيش معاه، وكان أبو طالب راجل فقير وعنده عيال كتير، ومراته فاطمة بنت أسد كانت دايما حاسة إن العيال مش بيشبعوا، لكن من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتهم البركة دخلت معاه. بقوا يلاحظوا إن الأكل من غيره ما بيكفيش، لكن لما ياكل معاهم بيكفي ويزيد، حتى اللبن لو شرب هو الأول بعده كل العيال يشربوا من نفس الكوباية ويكفيهم كلهم. فكان أبو طالب يقول: إنك لمبارك. وفاطمة بنت أسد كانت شايفة البركة دي، وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم كبر يوم بعد يوم لحد ما اعتبرته زي ابنها تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاسس بحبها وحنانها، وحس إن ربنا رزقه بأم بديلة بتعوضه عن فقدان أمه. وبكده كبر النبي صلى الله عليه وسلم وسط حضن أم أيمن وحنان فاطمة بنت أسد ورعاية عمه أبي طالب. ولما شاف إن عمه فقير وعنده عيال كتير قرر إن هو يساعده ويخفف عنه، وهنا بدأ يشتغل من وهو صغير في رعي الأغنام. وقال الرسول بعد كده: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فسألوه: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وبكده نكون خلصنا يا أصحابي الحكاية الخامسة من سيرة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. استنوني في الحلقة الجاية عشان نكمل مع بعض بقية الرحلة ونشوف إيه اللي حصل بعد كده. لو عجبتكم الحدوتة اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حكاياتنا ومغامراتنا. باي باي يا أصحابي.